البداية لابد نشكركم على حضوركم الجميل الطيب هذا المقر وتنظيمكم، ونشكر اللجنة ديال الأطر المعطلة والسيدات الشابات الحاضرات هذا الاجتماع اللي والحق بالله من أجمل الاجتماعات من الشباب والشابات، وهذا يدل على اهتمامكم بحزب الاستقلال واهتمامكم بالسياسة واهتمامكم بعملكم وفطنكم وبمدينتكم مدينة العيون. طبعا ذم الوجوه أمامي نساء ورجال شباب وشابات ما يمكن إلا يكونوا داخل السياسة ومسيسين ويناضلوا من أجل العمل الصالح، ويناضلوا من أجل الناس، ويناضلوا من أجل توظيفهم والعمل بهم. نضعكم دابتم متخلطة، فيكم وطور العليا، وفيكم الناس عندهم ليسانس، وفيكم التقنيين، وفيكم تكوين متدرج هذا عنده المعاهد هذه اللي ماركين الصناعة وهذا هو الشباب الحمد لله. احنا حكا حزب الاستقلال كنرحبوا بكم مقر حزب الاستقلال دار على هذه دار، وهذه ما يمكن حد الله يقول عنها دار جميع المقاربة. طبعا حزب الاستقلال هو 80 سنة من عام 1934 أشهد عاد في تاريخ حزب الاستقلال من عام 1934 راه 80 سنة دابا اللي حزب الاستقلال كاين. هذا الحزب اللي هو عمل جيد وكان 18 خطرة في الحكومة، 18 نبوة في الحكومة، وكان كل شيء كان معارض. الحزب أمين العام الجديد الأستاذ حميد شابان، تعرفوا عنه ذا الكلام اللي كنتوا تتكلموا فيه في العمل يوميا اللي عندكم متابعين الموقع ديالو يوميا في كل مدينة من المدن المغربية عملات ولا قرية يجول في المدن المغربية كلهم شغله الشاغل اليومي هو تشغيل الشباب وإصلاح الأغلاط اللي دارت الحكومة ديال عبدات الكراش. وطبعا قلتوا البطالة التقرير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بطالة هنا عالية بزاف وماشية تحت، ولكن تكلموا بين وحدين منكم على الاستثمار. مدينة العيون دابا عاد قابلة للاستثمار، قابل للاستثمار طبعا، والبنية التحتية الحمد لله فيها عاد، ودريك راه متوجهين الناس للاستثمار، رانا خدامين باش الناس يجوا يستثمروا وباش يبدوا للاستثمار تعود عنده نتيجة على المنطقة وعلى شباب المنطقة وعلى أهل المنطقة وعلى ساكن المنطقة. طبعا احنا في سجان أعضاء فيها فتحنا مكتب هنا، راجات الرئيسة مريم بن صالح ولا يجي يوم 18 هذا الشهر جايبة مقاولات كبرى باش نشوفوا شي يقدروا نعدلوا للشباب نساء ورجال. ما نقدروا نقولوا عندنا نخدموا جميع النواب، ولكن نمشيو راس الحكم الإصلاح، يبدا الإصلاح اللي قادر عليه يعدل شيء نتعاونوا معاه نساعدوه نوقفوا زروا. احنا في المده كلها ما بخلناش لا من نخلقوا شرائط صغيره للنساء والرجال اللي كانوا يبدوا نعدلوا يتحملوه الشباب عندنا وبدون عنصريه وبدون قبليه وبدون انحياز لاحد. احنا المهم عندنا راحتنا هو تكون الناس مستراحه بنفسهم،
يكون الشباب عنده نظرة على مدينته وعلى منتخبينه وعلى مسؤوليته اللي هي نظرة عود صالحة. وطبعا اختارتونا النهار الأول على العمل باش ننوبوا عنكم ونعملوا في المدينة باش مدينتكم تصلح. نضع أنه ما كاين شي مدينة تصلح هي مكان فيها الاستثمار. وسائل الاستثمار باش يجوا لا بد من البنية التحتية، لا بد من الضوء هو الأول، لا بد من الماء، لا بد من الصرف الصحي، لا بد من البترول، لا بد من السبيطارات، لا بد من المدارس. هذا عنه باش يجوا الناس المستثمرين ويجوا ويخدموا في مدينتك لا بد تدير مجهود باش يكون عندك الاستثمار اللازم. هذه الأولى. ثانيا أنا كنشكركم على اختياركم شأن الحزب الاستقلال اللي ما باقي خلطوا باش يخلطوا في السياسه في حزب الاستقلال ويعملوا حزب الاستقلال المرحله الجايه والمرحله القادمه. هذا هو اللازم. ما كان علاش واحد يقول انا كاع ما غادي نمشي، انا نمشي والله وحده، انا كاع ما غادي نمشي. الا بغيتوا تنجح والله بغيتوا حد ينجح صيانه حزب الاستقلال والله حزب الاستقلال راه عنده معاه تجربه طويله في المدينه. لا بالحكومه السابقه اللي كنا فيها وكان يرأسها الوزير الاول ما هو رئيس الحكومه. رئيس الحكومه لازم تشهر ولا خرج عن الحكومه ووقع محضر ديال المعطلين وعارفينها مقطوع حزب الاستقلال. انا ما يخصهم يتوظفوا التوظيف المباشر وهذا فيه قريبا في دائما ما قد تخرج توظيف مباشر ما فيه لا قالب اليوم ما قد بتاتا. والمحضر اللي ما هو طبق وراكم شفتوا اطر العيال اللي كانوا نحبسوا كيفاش دافع عنهم من العام ديال حزب الاستقلال. جميع التجمعات واعضاء اللجنه التنفيذيه ما كاين شي تجمع ما نذكروا في الاطر المعطله عنها قصه المطلق وراهي الحمد لله انطلقت. لا بد ذاك الشيء اللي قلنا لا بد يصلح. طبعا هو الصالح ما يمكن واحد يبدا يدير التخميس ويدير التلاعب فاش اللي توافقنا عليه. المحضر اللي وقع خصو ينفذ. وهذا مبدانا. هذا مبدانا. مبدا ديالنا هو الشيء حد الحكومه لا تمشي ستنفذوا. ولكن رئيس الحكومه اللي داروا الدستور اختصاصات اكثر مره من الوزير الاول سابقا اعطاه اختصاصات كثيره جدا هو ما بقى ينفذها. رئيس الحكومه لقلاع الوظائف التوظيف كان عندنا مباشر شبابنا بناتنا واولادنا اللي محتاجين له. مسلنا احنا محتاجين مسلنا ما قادرين على الامتحانات. نضع انه الفرنسيه هنا ضعيفه والناس اللي تجي تزوج هي امثل منه وخير من القاريه في المدارس والعيال الكبيره امثل من الاولاد. لهذا لا بد من الدوله ولا بد من الحكومه عنها تصبر باش تعطي قوه في الاقاليم الجنوبيه توظف اولادها وبناتها فيها حتى هذا هو مبدأ. هذا هو مبدأنا احنا كحزب استقلال وهذه هي الفكره ديالنا. اليوم انتم هذا اجتماع الزين الهائل اللي فيكم اللي دخل الحزب واللي هو من الحزب وفيكم اللي باقي يدخل حزب جديد وفيكم اللي يصنف باقي يشوف شكاين. ولكن الجمود هو ما هو مزيان. انا ندعيكم كاملين حزب استقلال تدخلوا حزب استقلال كلكم تدخلوا حزب استقلال وتعملوا حزب استقلال وما غادي تجبروا معنا الا الجديه والمعقول بدون قبيله وبدون انحياز حد من باب العمل الجميل. شوفوا دابا انتم هنا 400 ولا 500 مجمع في المقر كلكم خالطين. انتم قبليين تقول لك شيء ناقص. ازين شيء دابا او خلطكم كل شيء انتم من الساكنه ديال مدينه العيون وهي احسن شيء واحسن قبيله واحسن عشيره. هي الساكنه
هي الساكنه. احنا كمنتخبين مدينه ديال العيون، مدينه ديال العيون درنا فيها باقي من البنيه التحتيه، من السحاب، من الصرف الصحي، من الماء، من الضوء، من جميع الامور التعليم المواطنين، راحه المواطنين. واذا نزلتوا لتشوفوه ذو الشهره الجايين رانا فاتحين ورشه كبرى في القصاد وفي الساحات. وذو الساحات ما خالقه ورشه، ما خالقه ورشه فتح من حي، ما فرضت على الشركه ديالها تقبض العسل من حي. واللي يبغى يخدم بيده ما هو عنده واقعات يخدم، واللي عنده كتابه والله حاجه تقبضها الشركه واحد والله جهد والله ثلاثه راه قبضتهم. هذا عنده في حي المطار كاين بعد عندنا الضوء سيدي بدات هنا حي المطار كان الشواعر هو يعرف الحقيقه. قلت له هذه الشرايط كاينات هذه الشرايط، قلت لهم قبضوا الناس ديالنا فرضت عليهم وقبضوهم حق ولا ما حق. هذا الحي هنا هذا بورد فرضت عليه شركتين فم يقبضوا مني. حي المسيره فرضت عليه شركتين. حي العوده كيف ذلك 25 مارس في ساعه فرضت عليه الشرايط عن يقبضون الناس. واللي يبغى يخدم بيده طبعا الشركه لا تخدم، اللي يبغى يخدم بيده الشركه تخدمه 70% 80%. واللي ما بغى ولكن الحراسه والامور الثانيه تكبر اولاد المنطقه يلبسوا فم ولا يفرض عليهم الا رضا الله. كل شركه تكبر كاتبه تعود عنها أبا غازي تعطوني ذوك عندنا شرايك راهم في حي المطار. كل شركه خصها دير كاتبه، اللي هي الكاتبات خرجوا وتجيبهم مليان انا افرضهم عليهم. الشركه هنا عندهم كاتبتين بدا عنده 5 ولا 6 كاتبات غير راهم يعودوا كاتبات عندهم البكالوريا وعندهم يعرفوا يكتبوا فرنسيه باش الشركه تكتب باش نفرض عليهم حتى هما كاتبات للشرايك يخدموا فيهم. لازم انهم يخدموا لنا الكاتبات. النساء طبعا النساء ما يمكن يحسوا ما يمكن رغم راه كاينه نساء رغم انه العسه ما فيها باس. اللي ما هو زين هو اللي ما هو زين. اما العسه والعمل اليومي ده ما هو شيء. صيانه على المراه وصيانه على الرجل. وانتم تعرفوا عن الزمن عنه تبدل. اليوم انتم شابات الشباب تعرفوا عن الزمن عنه تبدل. ما التكليف كان المراه اليوم خصها تعمل. طبعا كاينه خدمه اللي احنا ما نقولوا على المراه ديرها، خدمه اللي هي خدمه الشقر، خدمه اللي هي خدمه غير صحيحه للمراه، خدمه المراه ما تخدم في العجنه ذاك خلاص العجنه المراه ما ولكن تخدم في الحراسه تخدم في العمل اليومي. هذا هو اللي بغينا احنا عن المراه على نبدا نخدموا نضع على المراه. واسمحوا لي الشباب اللي كانكم المراه اليوم الشابه الى خدمت الى عادت دار فيها مرتين والله واحده وخدمت خير من اولادها 3 ولا 4 اللي في الدار. طبعا انه ذيك بنتي لا خدمت ذيك بنتي لا خدمت لا يطلع هنا لا يطلع امها ولا يطلع ابوها ولا يطلع تفكير وتعدل شوي في الدار ولا يطلع اخوها ولا يطلع اخوها وطلع خالتها وعمها وعمتها شماء وخالد. وده مهم يا بزاف. لين قال له التضامن الاجتماعي. اليوم التضامن الاجتماعي هو اساسه واقف على المرأة. اساسه واقف على المرأة. عندنا وين وقفت واحدة وقالت الخياطة كونوا جمعية ديال الخياطة ونديروا لكم وزين تعاونوا معاكم ونديروا لكم وزين ونشتروا من عندكم نقبوا الحوايج. شنو هذا الحوايج؟ نقول لكم خيطوا
واتصلوا بالادارات وانتم تخيلوا كملوا وانا مستعد نتعامل معاكم. وراه كاينه ذاك النهار جمعيه ديال الخياطه، كاينه جمعيه ديال الخياطه فيها عندها انا 15 واحد ووحده. انا مشاولي باش ما يوقفوا، مشاولي وعطيت الموافقه باش نعاونهم باش يعدوا اللباس ونشري من عندهم. لهذا هذه كامله المشاريع الصغيره اللي نقدروا نعاونوا فيها ونقدروا نعملوا فيها، احنا مستعدين نعاونوا فيها، ما فيها حتى شي مشكل، ما عندنا مشكل، بالعكس احنا المهم عندنا هي المردوديه، هي الناس تعود الشباب والشابات تعود عندهم مردوديه. ماذا عنه مشروع الى باقي فيه 5000 والله 6000 درهم والله 120، نقول 120 باش الناس تعلم ما تعرف درهم للشهر، قالت لك خلاص راه مزيانه بزاف، راه العظامه، ولكن هذا اسمه خصو المعونه، خصو العمل، خصو الجديه. جيبوا لي الصباح انا مستعد نعطيكم 6 ماكر والله 7. تخيل هذا عاد نقول لكم خيطوا اللباس ديال الادارات، ذاك اللبسه البيضاء ديال خيطوا اللباس المعامل، نتصل بالمعمل نقول له عند الطيب خاصتك 40 لبسه والله 200 لبسه خيطه رجيله هنا. انا قلت يبقى الاخ قال على سؤاله احنا خدامين على المعطلين كامله. اذا كنت لكم قالت عننا نقدروا نحلوا المشكل في ساعه راه غلط، انا ما نقدر نقولها. احنا خصكم تعرفوا عندنا رانا في حزب ديال المعارضه، والحزب اللي يعود في المعارضه ما هو في الحكومه، يبقى ندافعوا على مصالح الناس باش اذا احتمنا لكن التزمنا به نعدلوا. شو صار؟ بضل وخمسمية من المجازين من التقنيين كونهم، ولكن اذا تكون مع الاسف ما تم فيبقى خدموا 3900 اول ما خدموا هذا البرنامج مع الاسف كان سوء يتمشي، احنا اللي تم دائما مدافعين عنه، احنا اللي تم كحزب مدافعين دائما عن الشباب باش يخدموا، الاولويات ديالنا هي اولويات الشباب والشابات باش يخدموا باش يكونوا في عيش كريم. ولكن كل المشاكل ما تنحل ما هو جانا الشهويه الموسعه هي اللي نقدروا نحلوا مشاكلنا باش نقدر. اذا عندي مسؤوليه والله واحد عنده مسؤوليه يقدر يعطي امر ويقول له الفوسفات خصك تخدمها كذا وكذا وكذا، الصيد البحري خصك ديرها كذا وكذا وكذا، يجب نعدلوا كذا وكذا من المشروع. لما يعود تعدل وانت بزيت الطار صربان باش كانك تصوت شي كاع ولا ما تصوت. في نطاق الشهويه الجديده غادي تكون بجميع المدن المغربيه، واحنا راكم سمعتوا خطاب جلاله الملك اللي عندنا جهويه خاصه، احنا بقينا مدى كامل قالوا الشرك من النجل الشري لا ولا من النجل الشري. احنا المهم عندنا في الجهويه عنده يخدموا شبابنا كله ويخدموا ناسنا ويتمتعوا بسكن نايم وعمل نايم. هذا ما يكون ما هو كان الجهويه الموسعه في طارها. هذه الجهويه شفتوا ديروا احنا نقول يعني اللي اخر المؤمن القوي من المؤمن الضعيف. وقت الانتخاب ووقت العمل الانتخابي يخصكم ما تقعدوا عن الصناديق، يخصكم ما تعطوا ولادكم ماكم مشجرين، يخصكم تمشوا تشجلوا وتعملوا العمل الصحيح باش تكون نخبه صحيحه تدافع عنكم وتدافع على مصالحكم. معنى الكلمه ماشي منها تقولها من اجل الانتخاب، ماشي تقولها من اجل المناصب، ماشي تقولها من اجل باش كانها تنجح، لا، هذا عمل فيه الشقق ومانع على عروق الناس كامله.
اللي ما يقدر يتحمل الامانه يخصه ما يجي الانتخابات ويخصه ما يقيس الانتخابات. طبعا ما عنده ما يدير ولا عنده ما يعطي المواطنين. لهذا خيركم الى رضا الله تنكبوا على حزب الاستقلال وتنخرطوا في حزب الاستقلال وتعملوا في حزبكم القريب منكم واهلوا قريبين منكم وتعملوا معانا جنبنا جنب ونعملوا جميعا على المصلحه العامه. هذه مدينتنا اسمنا نصلحوها، هذا شبابنا اسمنا نصلحوه، هذا شاباتنا اسمنا نصلحوه، هذا عملنا اليومي اسمنا نصلحوه. هذا هو اللي مطلوب منا، ونصلحوا مدينتنا وما نهرسوها وما نخسروها، واللي خسرها ما نخلوه يخسرها، ولا نخسروا شبابنا ولا شاباتنا، ونصحوا شبابنا عن التحرير وعن شباب مزيان وعن الحشيش وعن التسكن وعن القرقوبي وعن كل شيء. هذا هو اللي نديروا وهذا هو اللي نكونوا معقولين فيه. طبعا اليوم شبابنا ضيعوا القرقوبي وضيعوا الدين. قمنا نصحوا وقمنا نغيروا المنكر، نصحوا شبابنا ونديروا التوعية. شبابنا هو شباب المستقبل، هو شباب المستقبل. هذه الناس اللي ما عندهم شباب، الدولة اللي ما فيها الشباب هي ما هي دولة، ما معروف عنها خالد. لهذا احنا خصنا ننصحوا ناسنا على الطريق المستقيمة، على الطريق الصحيحة. هذا هو اللي خصنا نتكلموا فيه وخصنا نعملوا فيه. هذا هو اللي خصنا نكونوا وخصنا نقراو. شبابنا خصو يقرا، يتخرج اطباء ويتخرج مهندسين ويتخرج ما خالق عين ما يتخرج فيه. يا غير من الجدابة تحسبوه شحال فينا من الطبيب هنا في شركة ديالنا اليوم، شحال فينا من الطبيب، شحال فينا من الشركات، شحال فينا من المهندسين. والو قليل هذا الشيء نحسب قليل. لهذا خصنا ننصحوا شبابنا وبعدوا من السياسة الخاوية اللي لا فائدة فيها. المهم تصلحوا مدينتكم وتصلحوا ناسكم ونقابلوا ناسنا. هذا هو المهم عندنا. احنا نظلوا الليل والنهار مولانا راهو بعد مطالب نقول لكم من الصباح حتى في الليل احنا نجروا يوميا في العمل من اجل اصلاح مدينتكم ومن اجل سعادتكم ومن اجل سعادتكم بالمعقول. ومولانا يحاسب القدم بيد الله الى حتى نقول لكم كارثه. من اجل سعاده هذه المدينه، من اجل سعادتها في جميع الميادين، في الشغل، في السكن، في الاصلاح، كل شيء، في التعليم، في الصحه، في الشبيبه في الرياضه، في كل شيء. دابا راه الحمد لله في الرياضه راه درنا مرتبات كبار اللي يعودوا الشباب كامل يتريضوا والنساء، وهذه هي ازين عندنا شيء. دابا الى رضا الله يوم 15 في شهر 4 غادي نفتحوا 2 قاعات معاهم 2 بيسينات بانينو في الاحياء باش الناس تولي تعود وتعود تطير في القاعات. واحدة رانا دايرينها في حي المسيرة تحت بيسين مخطية ومسخنة باش تعودوا عارفينها. وقاعة حداها وملعب حداها. ها تروض تريب، ها تروض ولا بيسين، ها العب الكورة. واحدة درناها في الوفاق حتى هي قاعة مخطط، بيسين مخطط، ملعب بسرها. هذا عنه عمل جيد، عمل لا يعطي لمدينتكم ونفاذ كبير. شوفوا باش تقول باش لعل تقولوا تقولوا كاين اللي يقول غير ما مثقفتوا مثقفتوا. احنا قاعد يقولوا يقسموا علينا فلوس، احنا فلوس قاعده ما قسمناش. منطق يا ولد. يقدر يكون عندكم البنيه التحتيه ديالكم اللي ساكنين يطلع ثمنهم. لا شوفوا منطقه هون زرد عيون جاها القدرون وحداها السحاب وفيها الضوء والماء. شوفوا قولوا لي ثمن دار شحال يسوى؟ ما هو كيف وحده مزروقه في الخلاف، حلاها لا الرمله والله حلاها الحجار
والله لا حاجه لا بالعكس، هذه هي المنفعه ديال الرجال اللي يخدموا بلادهم. احنا دابا المدينه قسمناها كلها، راه من اللقصي منها الى الساحلي قسمنا فيها المشاريع باش ما كاين شي حي يقول حد انه كاين شي بلاصه ما فيها خصه، ما فيها ساحه اللي يستدوا الناس، ما فيها ملاعب، ما فيها كل شيء. المدينه كامله وسعنا هذا التوزيع المحتل باش يكون الاستثمار، المستثمرين يجوا. ونبشركم راه كاين مستثمر اللي هو جا اللي هو الضحى، راه جاو كانوا شراو 130 هكتار، ايه مكسي 25 مارس، راه جاو اليوم ومن هاول الايام القليله يدفعوا ملفاتهم نرخصلهم باش يبداو يديروا تجهيز ديال 130 هكتار في الاستثمار اللي تعطي قيمه للمدينه، اللي تعطي قيمه للمدينه ديالنا باش. وكاين مرجان لا يجي يفتح الى راد الله هنا ويخدم 200 ولا 300. وكاين واحد ثاني اللي يفتح يا ما هو زي في مصاري بزاف في التركه ولا هو خردونات. ولكن يخدم مئات منصب شغل، وهذا مهم لنا بزاف. هذا مع انه مرجان على بديتنا احنا نقولوا قد يقبض 250 300 منصب ديال الشغل، وهذه بالنسبه لنا عظامه الحمد لله، هذا مكسب. حتى مقدونات كاينه مجموعات اللي ما نقدر نقولها لكم دابا اللي ناكدها، هذو ماكدين دابا، هذو صافي الى راه الله اللي يبداو يعملوا. الضحى هو معروف شركه كبيره بزاف، ومنين ما خدمت كيجوا المستثمرين. حنا باش نبعدوا ذي البطاله نحدوا من ذي البطاله يخصنا المستثمرين يجوا لمدينتنا، المستثمرين الكبار اللي عندهم الفلوس كثيره باش اي ميدان يستثمروا فيه نقدروا نخدموا معاهم مجموعه من الناس اللي تلاقى الله هذه البطاله نقدروا نرخوا منها ونعيشوا. وذا هو اللي توجه جلاله الملك باش وجه هذو الناس باش يجوا يفتحوا هنا، وجههم اعطاهم تعليمات لهذه مريم من الصالح اللي احنا كنمثلوه هنا في العيون. راه مكتبنا مفتوح في شارع مكه في العماره ديال الدجاج الخضراء، ورانا خدامين يوميا خدامين بنجيبوا الناس تكون دخلنا المشاريع باش شبابنا كانوا قد يخدموا. وهذه المشاريع اللي قلت لكم هي مشاريع اللي هي مهمه جدا، راه ما يمكن الواحد يقول عنها ما هي عنها سهله، راه استثمار كبير بزاف. والى راد الله احنا ماشيين في الميدان ده. كاينه امور الحمد لله اللي قاعد تتمشى، ما نقدر نقولوا عنها اللي تحل المشاكل. اللي قال عنه قد يحل المشاكل كلها هو الله تبارك وتعالى. نضع انه ما كاين حد عنده خاتم سيدنا سليمان، ما كاين حد يجبر شيء من الخير يعدلوا ما عدلوا، ما كاين شي حد. شكون ما باقي اليوم شعب وعود كامل زين وصالح كل شيء؟ واش تظنوا عنا احنا مواطنين ديالنا سكان العيون كان عندنا باش نقلوهم كاملين والله نسعدوهم كاملين ما نعدوها، رجال ونساء. ولكن طبعا كنعملوا جادين معقولين، ما كاين كذب على الناس، لا راه الكذب ما كاين. انا اذا قلت لكم عني شقه راني كاذب، اذا قلت لكم عني راني نعطي ديار راني كاذب، ولكن دائما نتدخل. التدخل ديالي يحل بهذه المشاكل. الاداره اللي انا نمثل كنقترح فيها امور اللي هي ما تعنيها، ولكن كنقترحها ونعدلها ونطبقها. هذا عنه باش نجد نشغل الشباب ونجد نعطي فرصه للشباب باش يخدموا وباش يعملوا. ونتمنى لكم ان شاء الله باش ما نطول عليكم تعطلتم، والنساء قاعدات هنا من لكم وقت انتم متعطلين. كنشكركم جزيل الشكر، نقول لكم على الحزب راه مفتوح امام الجميع، وراه ماشي انه اذا دخلت اليوم عندك جديده في الحزب، لا، الحزب مفتوح امام الجميع. الحزب ماشي لحد عن حد،
وافضل في الحزب هو اللي يخدم. الناس ديال الحزب كاملين اللي عضو فيه هما ناس كامل مزيانين، ولكن الحزب اليوم راه ما فيه جديد ولا فيه القديم ولا فيه المفضي، فيه مبدا. واش واحد شبت بالمبدا ديال الحزب والله ما شبت به، هذه هي مشكلته. اذا شبت بالمبدا ديال الحزب والعمل في الحزب اهلا وسهلا، اللي عضو هو اللي بحاله العاد 80 سنه في الحزب. الحزب في اليوم العمل الجيد هو اللي يعطي الواحد قيمته ويعطي عمله ويوصله البلاصه ما كان وصل. وبغيت نقول لكم عن امور السياسه. الحزب اليوم هذا التجمع، كنا ما عندنا قانون وعندنا حزب. اليوم ما نبدو نفتحوا هذا المكتب هذا، السلطه تقول ما عندنا غير قانون وعندنا فرق. اليوم ما يقدوا 10 ولا 15 قانونيا يجتمعوا شي بلاصه وتجي دول خايفه من الارهاب، خايفه من كل شيء، خايفه. هذه امور واضحه وحقيقيه. اليوم يخص الشباب ينخرط في الاحزاب. احنا كحزب استقلال داعي لكم باش اللي ما التحق بحزب استقلال يلتحق بحزبنا ونعملوا جميع ليد في ليد. وجزاكم الله خيرا وكنشكركم على كنشكركم هذا الخير اللي هو المنظم، وكنشكر المنظمين على الحضور، على هذا الحضور، ونشكر الكلمات وكل شيء. كنشكركم وجزاكم الله خيرا، ونعاهدكم عندنا يخدموا معاكم الى رضا الله في الاحوال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا الاخ الحاج مولاي حمد الرشيد، ومن خلاله نشكر حزب الاستقلال على مواقفه من قضيه التشغيل التي نعتز بها نحن كلجنه الامور حمله الشواهد والدبلومات. والان مع تسليم كتاب يضم اهم الانشطه التي قامت بها لجنه الامور وكذا لوائح مخالفين من طرف اللجنه، ويسلمها الاخ عضو اللجنه ويسلمها للاخ عضو اللجنه التنفيذيه الاخ رشيد البيلاح رئيس الفريق الاعلامي، فليتقدم مشكورا. والآن مع لحظة التكريم، ولعل أكثر من يستحق التكريم في حزبنا هو الأخ عضو اللجنة التنفيذية ومنسق الجهات الجنوبية الثلاث الأخ مولاي حمد الرشيد على المجهودات الجبارة التي يبذلها لصالح مدينتنا على مختلف الأصعدة. ويسلم هذا التكريم الأخ عضو لجنة الأمور بكر منصور، فليتفضل مشكورا. الجائزة الثانية للأخ الجائزة الأخرى للأستاذ أحمد الشريف الذي كان له فضل كبير على لجنتنا بحكم أنه كان هو المنسق الأول للجنتنا بحزب الاستقلال. ويتسلمها عنه بالنيابة الأخ النعمة ميارة، وتسلمها عن اللجنة الأخت المعناوي محجوبة. وبمناسبة فوز مدينة العيون بالمرتبة الثانية التي تمنحها منظمة المدن والعواصم العربية في مجال السلامة البيئية، يشرف لجنتنا أن تقرب المجلس البلدي أغلبية ومعارضة في شخص الرئيس الحاج مولاي حمد الرشيد، ويسلم الجائزة على اللجنة الأخ سعيد الهادي. بغيتكم نعطيكم نبذة على الجائزة اللي سلمناها، لعل حد يشك على جائزة سهلة. العيون هي عضو في المدن العربية والمدن لا عضو في المدن العربية اللي فيها العواصم
هذا عنده كاين الرياض، كاين الرباط، كاين المراء، كاين المدن العربيه كامل، العواصم كامله ديال المدن العربيه. ولكن هذه كل سنه كيتبدل الا مكه والمدينه ومعاهم مدينه العيون ما تبدل. وهذا راهو شرف لنا، راهو شرف لمدينه العيون باش تساوم مع مكه. ترشحنا للجائزه وراه واحد ما يكاين مدينته ما فيه خير. هذه راه مدينه مكه تديروا لها الى شان تديروا وتصفقوا وتحفظوا تقولوا مدينتنا ما مزيانه، وإلى زياده تقولوا مدينتنا زينه. ترشحنا جات معانا 57 دولة ترشح، 57 مدينة. وتعرفوا مدن الخليج اللي فيكم شافوا فيكم ما شافوا، هما ناس عندهم الملايير على الملايير على الملايير على الملايير على الملايير. بدا عنه الإمارات عالم آخر من الجوال، السعودية عالم آخر، كلهم العمارات الناطحات سحاب كل شيء فلوس. ترشحنا ودول متفرقات على جائزات، كاينه الجائزه البيئه السلامه، كاينه الجائزه البيئه النظيفه، كاينه البيئه التوعيه، احنا بعد ترشحنا وبقاو معانا الناس بدول 6 مدن، بقاو معانا 6 مدن عطات الجائزه 2 منهم. مدينه الدمام السعوديه لا نشرح لكم المدينه اللي انتم ما يعرف، هذه المدينه هي اكبر مدينه عند السعوديه وهي مدينه الاغنياء. هي بحال إفراد عنده في المغرب. هي مدينة يجوها الأغنياء السعوديين كاملين، ومدينة ديال الاستثمار. وحدة البطن الأولى وحدة البطن الثانية مدينة العيون. باش تعرفوا أهمية العيون، لا الجائزة الثالثة ما نعطات وقت حجبك حفظوا لي. ولكن المهم عندي انا الذكاء، هي مدينه العيون تجي ثانيا بعد الدمام. حد ما يعرف الدمام، حد ما يعرف هذه المدينه ديال السعوديه. انا مشيت تعرف المدن الخليج كامله، نضع عندي منفر في المؤتمرات ديال المدن العربيه كنمشي لهم وكنخلصوا سنويا، كنخلصوا الحصه ديالنا سنويا. احنا عضو في الدول العربيه، عضو في الدول الاسلاميه، دائما الحصه ديالنا السنويه مخلصه. ومشيت لذو المدن راه ما يقدروا يكلم عليهم. قال اجعل سيدي ربي الله تبارك وتعالى ان يعطي نجاح مدينه العيون تجي من بعد الدمام. لهذا هذه راهي جائزه مهمه جدا، وما يمكن واحد يخليها بذيك الحال يشجعنا. راهي الجائزه دازت توصل بذيك الحال، وإلا نادى الله في شهر 5 غادي نمشوا لقطر نقبضوا الجائزه ديالنا. وهذا المجهود الحمد لله ديالنا راهو الفضل مولي ما هو لي انا وحدي، راهو الفضل ولا هو المجلس، راهو الفضل ساكنه مدينه العيون، ساكنه مدينه العيون. ولينا المملكه المغربيه كلها نضع عنه ذا عمل جبار، عمل نظيف، عمل جيد، وجزاكم الله خير. لا جديت الذي أهنئكم جميعا على الجائزة بالمجلس البلدي ومدينة العيون. ولكن منين شفت الحاج في التلفزة وقدم الجائزة نحمد الله ونشكره. الانتصارات كل نهار تجي، جاني يرقال مجلس للعيون ممتاز، الشعب منين انتخبناه جاب جوائز بالممتاز في الداخل والخارج عذاب. طبعا في البدايه انا كنشكر لجنه اطر المعطله، طبعا داروا واحد تجمع كبير جدا ومنظم جيدا، وكنا اجتمعنا وتكلمنا في جميع المواضيع اللي تعنيهم وتعني مدينه العيون. وهاي الجمعيه هي كلها جابت اليوم الناس اللي منخرطين جدد في حزب استقلال وعجبهم حزب استقلال وتوجهات حزب استقلال، واللي هما انضموا لحزب استقلال جاوا وانخرطوا في حزب استقلال من غير الناس اللي كانوا في حزب استقلال. وهذا مهم جدا للحزب. نضع عنه ذي مجموعة من الأطر العليا اللي عندها جميع الاختصاصات وعندها جميع الدبلومات على المستويات كلها، وهذا يزيد الحزب قوة ويزيده متانة في العمل دياله اليومي، ويبين اللي جدة الحزب في العمل
والتقارب مع المواطنين ومع الساكنة. نضع أنه هذه المجموعة اليوم اللي التقينا معها اللي كانت مجمعة ماشي سهلة باش واحد يقنعها وتعود تجي والله تختار والله كذا. هذا من زمن طويل حتى واختاروا مصير حزب استقلال اللي ماشي فيه، المصير اللي ماشي فيه حزب استقلال، وتبين لهم اللي عنه هو الحقيقة وهو المبني على الصح، ما فيه لا تخريف ولا فيه لا كذوب ولا فيه شي حاجة. واحنا تكلمنا معهم في ميدان التشغيل، في المحضر ديال المعطلين، في تنمية المدينة، في سياسة المدينة، في إصلاح المدينة، في إصلاحهم اللي الشباب بنفس الوقت تصلح يبعد من القرقوب، يبعد من المشاكل اللي هي تخسر الشباب واللي تلهيه عن قرايته واللي تعمم. والحزب مستعد يعمل معهم في جميع الميادين، وتأكد احنا كمسيرين مدينة احنا مستعدين نعملوا معاهم في جميع الميادين مع الشباب كله، سيان اللي في الحزب وسيان اللي ما هو في الحزب، في إصلاح مدينتنا، ونديروا برامج صغرى وكبرى لإصلاح المدينة واستفادة اللي الشباب منها. نضع أنه ومجي المستثمرين باش مدينتنا يعود وجوه المستثمرين وتعمل فيها الناس مستثمرة، ما يمكن إلا نعملوا جميعا من أجل ذا الإصلاح باش نجبروا ثمرته مستقبله ويكون الاستقرار والأمن للجميع. وهذا بالنسبة لنا مهم جدا في مدينتنا الحمد لله، وفي الاستقرار اللي يتمتع به الشعب المغربي كله.